رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. اليوم جيناكم بوصفة جديدة، وصفة المسخن الفلسطيني. المسخن الفلسطيني هو من أروع الأكلات الفلسطينية اللي أبهرت كل اللي جربوا وأكلوها، وإن شاء الله راح تعجبكم كتير. ويا ريت كل اللي بتابعوني على قناتي ووصفاتي يعملوا شير للفيديو. بنحط الدجاج بالطنجرة، نكون غسلينه منظفينه. نضيف إليه البصل، ورق الغار، الهيل، القرنفل، رشة من الجنزبيل المطحون، ومنضيف إله المية المغلية. بدناش نكتر مية عليه، ونرش إلى الملح، رشة ملح، وبنكمره لغاية ما يستوي. بياخد معنا حوالي ساعة، ساعة إلا ربع. والخطوة الثانية بدنا نحضر للمسخن. معانا هين 5-6 بصلات كبار، سماق، معلقة كبيرة فلفل أسود، 250 جرام زيت زيتون. بنيجي هين نقطع البصل بالشكل هذا جوانح، طبعا متابعين الاعزاء حضرنا لكم مسخن، واليوم نعمل لكم المسخن الفلسطيني. بنحط طنجرة وبندير عليها نص كمية زيت الزيتون، وما بنحمي زيت الزيتون كتير، وبنضيف له كمية البصل، وبنحرك. ولازم يكون الغاز عندنا في بداية وضع البصل على الزيت عالي علشان ما ينزش مي من البصل. لما خدلنا البصل شوية بنكمل كمية زيت الزيتون. الزيت هو الأساس في هذه الوصفة، هو والسماق. مينفعش نحط زيت قلي عادي أو سمنة غير زيت زيتون. بنضيف ربع معلقة ملح، وبنحركه عشان نسرع في دبلان البصل يتدبل بسرعة. بنغطيه وبنسيبه شوي، وبهيك دبل البصل وأصبح بالدرجة المطلوبة، أصبح لونه شفاف البصل. بنضيف له السماق. بالنسبة للسماق ما بنضيف السماق في الأول علشان يضل لونه حلو وطعمه حلو. إذا حطينا السماق في الأول بيخلي طعمه مر زي ما انتم شايفين. ونضيف معلقة الفلفل الأسود، ونضيف معلقة بابريكا. بالنسبة للبابريكا حسب الرغبة، حابة تضيفيها بتضيفيها، مش حبيتها ما بتضيفيها. ونستمر في التحريك. واذا شفتي السماك قليل بتضيفي كمان معلقة كبيرة. انا لقيته هيك قليل ضفت كمان معلقة كبيرة. اصبح البصل جاهز، لونه حلو زي ما انتم شايفين. ولقيت بدنا نروح نشوف الدجاج، ندفع عنه اكيد استوى. وهيك الدجاج استوى. ننشره من المرقة. نعمل لكم تتبيله بسيطه للدجاج، اللي هي عباره معلقه صغيره ملح وفلفل اسود،
بابريكا، معلقة صلصة، ليمونة معصورة، زيت، معلقتين زيت زيتون، معلقة كبيرة سماق. بنحركهم مع بعض بهذا الشكل. تتبيلة الدجاج صارت جاهزة. بنيجي على الدجاج بندهنه بهذا الشكل. بصل اللي جهزناه قبل من الطنجرة، بنخلي شوي من خلطة البصل بقى الطنجرة عشان نبلل فيها الفطير. وبنضيف إلها فنجان زيت، معلقتين سماق، شوية مرقة. حركهم بهذا الشكل. وهذه التسقاية اللي بدنا نسقي فيها خبز الطابون. احنا ايش بدنا نعمل في التسقاية اللي عملناها؟ بنجيب خبز العراقي وبنبلله بهذا الشكل. نكون مجهزين الصينية. طيب بنجيب بصل نفرد عليه شوية بصل، بنجيب برضو رغيف عراقي تاني، ونفس ما عملنا في المرة الأولى بنبلله في الصوص اللي عملناه هذا، وبنفرده فوق الفطيرة الأولى. نضيف البصل، بينهم عقد ما بدك انت بتعمل طبقات، عقد ما بتحبي. انا عملت هنا 3، هي الرابعة. بنجيب الدجاج اللي تبلناه ونحطه بالشكل هذا فوق الخبز العراقي، ومندخله على الفرن عشان نحمر الدجاج. وهيك متابعيني الاعزاء اصبح المسخن الفلسطيني على اصوله جاهز. ما شاء الله، ريحة وطعم ولون اشي طيب كتير كتير. وما تنسوني من الاشتراك في قناتي والشير. وصحة وعافية على قلوبكم متابعيني الاعزاء.